ما كنتش عايزك تخلي يعني تخش في حازم في الحته الحزينه دي. يعني حازم يعني انا بقول ان انا المسؤول الاول، ان انا دخلته يعني في التجربه دي. يعني هو طبعا تجربه واستفاد منها بشكل كبير جدا، واحنا استفدنا منها بشكل كبير جدا، لكن انا كنت المسؤول الاول عن ان انا كنت بلح عليه ان هو يخش في الكوتشنج كارير، ايمانا مني بان حازم امام عنده القدره وعنده كل الامكانيات ان هو يبقى مدرب كبير ان شاء الله. وكنت شايف ان الخطوه الاولانيه لازم تكون مع حد بيحبه، وربنا يعلم ان مفيش حد بيحب حازم امام قدي. وكنت شايف ان هو لازم التجربه الاولى مع حد يقدر ان هو يسمح له ان هو يشتغل من غير ضغوط، وان هو يشتغل يتعلم كويس من خلال التجربه. مش يتعلم مني، لا، يتعلم من خلال التجارب، من خلال المباريات، ومن خلال المكسب والهزيمه والتصحيح الاخطاء وكل الكلام ده كله. وزي ما حازم كان بيتكلم معاك من شويه، احنا عمرنا ما بنندم ابدا ان احنا نكون متواجدين في نادي الزمالك. احنا اولاد نادي الزمالك، وانا بالنسبه لي نادي الزمالك ده زي ابويا وامي. نادي الزمالك ده عمري ما ازعل منه، وعلى فكره عمري ما ازعل من اشخاص موجودين جواه طالما هم موجودين في مناصب داخل نادي الزمالك، لان مفيش حد بيختار ابوه وامه اساسي. وانا بالنسبه لي نادي الزمالك زي ابويا وامي بالظبط. فسعيد بالتجربه، كان نفسي ان احنا نقدم شيء افضل. احنا حاولنا واجتهدنا واخلصنا واشتغلنا في وقت صعب جدا يعني من حيث حظنا في جدول المباريات وضغط المباريات، ومفيش اي وقت لتصحيح الاخطاء بتاعتنا وبتاعت اللعيبه. وبنعتذر لجمهور نادي الزمالك ان احنا اخفقنا في مباراتين امام الاسماعيلي وامام الاهلي، لكن لازم الناس تعرف ان احنا كنا شغالين والسكينه فوق رقبتنا. كنا شغالين وعلينا ضغط كبير جدا، ضغط لا يتحمله بشر، ضغط ما ينفعش اي مدرب في الدنيا ان هو يتحمله، ولا اي جهاز في الدنيا ان هو يتحمله. ورغم ذلك احنا كنا اقوياء وكنا صامدين. طب ايه الضغط اللي كان عندكم يا عميدو؟ رئيس النادي طبعا. يعني احنا بنتكلم ان مرتضى منصور فيه مزايا كبيره جدا، ان هو راجل من طبيعه شخصيته ان هو رجع القوه لنادي الزمالك مره ثانيه، ان هو راجل اللي قوه شخصيته كانت بتاثر بشكل كبير جدا على الخصوم في الموسم الماضي وحتى هذا الموسم. لكن في شعره ما بين قوه الشخصيه وما بين ان انت قوه شخصيتك دي تمثل ضغط على الناس اللي شغاله معاك. وانا في رايي ان مرتضى منصور راجل ليه مزايا كتيره جدا استفاد منها نادي الزمالك في الفتره الاخيره، لكن مرتضى منصور بيحط ضغوط كبيره جدا على الناس اللي شغاله معاه. انا مش عايز اتكلم بالتفصيل، لكن في الوقت المناسب هتكلم بالتفصيل وهقول كل حاجه حصلت في نادي الزمالك وعن ظروف عملنا وازاي رحلنا عن نادي الزمالك. وبوجه يعني مش عايز ابوظ الحلقه عليكم، لكن بوجه رساله لمرتضى منصور بقول له مش ميدو وحازم امام اللي يتم اقالتهم على الهواء. وانا كلمت امبارح احمد وامير وقلت لهم نفس الرساله، وفي الوقت المناسب هطلع اتكلم وهقول كل حاجه بتحصل جوه نادي الزمالك. لكن انا شايف ان ده مش الوقت المناسب. شايف ان في وقت مناسب للكلام ممكن يكون مش الوقت ده، لان الفريق بيمر بمرحله صعبه جدا. لكن تاني بوجه رساله لمرتضى منصور بقول له مش ميدو وحازم امام اللي يتم اقالتهم على الهوا، ومش ميدو وحازم امام اللي يتم التعامل معاهم بقله احترام. كل حاجه في الدنيا بالاحترام تمشي. يعني النهارده من حق اي رئيس نادي زي ما حازم كان بيتكلم وبيقول ان هو يقرر ان جهاز فني يبقى او يرحل، لكن اقل شيء يستحقه ميدو وحازم امام بعد اللي تركوه من اجل نادي الزمالك والتضحيه اللي هم عملوها لنادي الزمالك. وطبعا احنا عمرنا ما نطلع نقول الكلام ده، ان على الاقل
اقل تقدير ان رئيس النادي يكلمنا يقول لنا ان تمت اقالتكم. اما ان هو يبعت لك رساله على الهوا يا سيف، وانت عارف كويس ان هو بعت لك رساله على الهوا واحنا جوه اوضه اللبس، وبيبعت لشوبير رساله ومدحت شلبي رساله يقول لهم ان تمت اقاله ميدو وحازم امام، فانا بقول له يا مرتضى منصور قرارك ده والخطوه اللي انت خدتها دي لن تمر مرور الكرام. طيب لن تمر مرور الكرام. هاخدك في ملف تاني برضو مهم جدا، الناس كنت لسه بتكلم فيه مع حازم، وهو الاعلام الزملكاوي او الناس يعني المساندين للزمالك. حسيت ان في مسانده من الاعلام الزملكاوي ليك انت وحازم؟